احنا كمصريين لو مربيين حيوانات اليفه، قطه بقى او كلب، بنعامله معامله الصاحب. اي حاجه انت بتاكلها بتعزم عليه، خد يا صاحبي. انت تعرف انك بكده بتعرض حياه صاحبك للخطر او يمكن للموت، لان ربنا سبحانه وتعالى ميز بين الحيوان والانسان. مش كلهم طريقه هضمهم للاكل واحده. يعني الشوكولاته اللي بتاكلها في اخر يومك عشان تعدل مودك تبقى بالنسبه للكلب اخر حاجه ممكن ياكلها في يومه. الشوكولاته وخصوصا الشوكولاته الداكنه بتسبب تسمم عالي عن الشوكولاته البيضاء، عشان بتحتوي على كميه كبيره من ماده الثيوبرومين، ودي ماده قلويه موجوده في منتجات كتير بنسبه قليله زي القهوه والشاي. الماده دي هي اللي بتدي الطعم المر للشوكولاته. جسم الانسان بيقدر يهضمها لكن الكلاب ما بتقدرش، فبتسبب لها توسيع في الاوعيه الدمويه واضرار للبول اللي بيؤدي للجفاف. وكمان الكافيين، ودي غنيه عن التعريف اللي بتنبهك، بس بالنسبه للكلب دمار، لان هي بتعطل الجهاز العصبي بالكامل. طبعا كل الاعراض دي بتختلف حسب عمر الكلب ووزنه. واذا لازم تخمس مع كلبك بشوكولاته خليها شوكولاته بيضه، ويستحسن بلاش.